مش عايز يروح المدرسة، دي مشكلة كل يوم. مفيش طفل أصلا بيبقى حابب يروح المدرسة إلا قليل جدا. طب نتعامل معاه ازاي في الحالة دي؟ بصي، هتصحيه قبل ميعاد المدرسة بوقت كافي ان انتي تتفاهمي معاه وتتكلمي، يبقى عندك طولة بال. يلا يا حبيبي عشان نصحى لازم هتروح المدرسة، خليكي تأكدي عليه دايما انه مفيش غياب، مفيش مفر من موضوع المدرسة ده، عشان ما يحاولش وما يستعطفكيش ويغيب كل يوم، لان ده هيأخر مستوى الدراسي. فهتصحيه قبلها بفترة كافية، يلا نحضر حاجة، خليه يساعدك في تحضير الفطار واللانش بوكس ويجهز أدواته. وعديه بحاجات باقي اليوم، لما تروح وترجع من المدرسة هنعمل كذا ونعمل كذا، رتبي له اليوم. يوم الأجازة خرجيه كتير جدا واعملي له كل اللي نفسه فيه، عشان بعد ما يجي ميعاد الدراسة يقدر يروح ويذاكر وهكذا. الموضوع محتاج صبر، محتاج إقناع. متستقليش بعقل طفلك أيا كان، حضانة مدرسة، مهم إن انت تقنعي الطفل بكذا طريقة، وبالمحايلة شوية، والدلع شوية، وبالحزم والشدة شوية. والمهم ان هو لازم يروح المدرسة، بيعيط بقى، غضبان، ايا كانت حالته هيروح المدرسة، يعني هيروح حتى لو تعبان، وديه وروحي خديه من المدرسة. لكن الغياب ارفضيه تماما. كفاية الفترة اللي فاتت ضاعت في الكورونا والكلام ده، فمستوى الأطفال هيتأثر جدا. لو هو حتى ما استفادش حاجة من المدرسة، كفاية ان هو يختلط مع أصحابه ويستفيد ولو مهارة بسيطة، يعني حتى بعيدا عن الدراسة. وجوده في المدرسة أفضل بكتير من وجوده في البيت. اوعوا تستسلموا واوعوا تغيبوا الأطفال أبدا. شريرة أنا عارفة. يلا سلام.